السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة معاكم في قناة شيرين في المطبخ. زي ما أنا عودتكم الحلقات بتاعتي سهلة وبسيطة. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. هنعمل النهاردة الحلقة بتاعتنا شاورما الفراخ وبطاطس، وهنعمل شاورما كل ده بنص كيلو فراخ. تمام، يلا بينا نشوف هنعمل ازاي. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة معكم في قناة شيرين في المطبخ. النهاردة هنعمل يا جماعة سندوتشات السوري بتاعت الشاورما الفراخ. تمام، بطريقة زي ما انتم متعودين عليها، بطريقة بسيطة زي ما أنا عودتكم. تمام. وهنعمل شوية بطاطس. معايا الحلة بتاعتي اهي، هنحط كده فيها معلقتين زيت. تمام، ما بتتعملش بسمنة يا جماعة. تمام، اللهم صل عليك يا نبي. الزيت يقدح بس شويه، وبعد كده نبدا نحط الايه الفراخ بتاعتنا. لو انت اول مره تشوفي القناه بتاعتي ما تبخليش عليا بالاشتراك ولايك. لو انت متابعاني على القناه ما تبخليش عليا بلايك وكومنت حلو. البيج واقع يا جماعه، البيج واقع. كل سنه وانتم طيبين. النهارده مش عارفه 23 ولا 24 رمضان، خلاص الشهر بيجري. انا كده تقريبا الزيت بتاعي قدح اهو. هنبدا ننزل عليه بالايه الفراخ متقطعه قطع صغيره اهي. هنبدا ننزل بيه نديها تشويحه اهي. نبدا ندي الفراخ بتاعتنا تشويحه، وبدل ما الزيت التاني يسخن نبدا نحط البطاطس بتاعتنا. نقلي كده شويه بطاطس. المهم الكميه بتاعتي ايه، الكميه اللي انت عايزاها. انا مقطعه هنا نص كيلو بانيه. تمام، معايا فلفلتين، واحده حمراء وواحده صفراء، ولو عندي اخضر حطي. تمام، معايا بصلايه كبيره متقطعه جوليان. معايا الفلفل بتاعي متقطع قطع صغيره كده اهوت. اللهم صل عليك يا نبي. معايا البهارات بتاعتي، معايا جبنه موتزاريلا. يبقى انا معايا هنا ايه، معايا نص كيلو بانيه متقطع صغير. معايا فلفل الوان، معايا بصل، معايا بهارات اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي. معايا خل، معايا لبن. تمام، كل حاجه هقول لكم الخطوات واحده واحده، بس شوفوا الفيديو للاخر. نديها بس صدمه كده عشان ايه، نبدا نحط عليها الخضار بتاعنا. الزيت لسه مسخنش. هنا الفراخ بتاعتي كده يعتبر اتشوحت. تمام اهي اتشوحت، ما حطيتش اصلا اي بهارات او اي حاجه. لما تنزل عليه الخضار بتاعها نبدا نحط البهارات بتاعها. هنزل دلوقتي بالخضار اللي هو البصل والفلفل بتاعي اهوت. وهندي تشويق، يعني نقلب كل الحاجات دي كلها كده مع بعضيها. اللهم صل عليك يا نبي. عندي فلفل اخضر تمام، انا ما عنديش بقيه الالوان ده بس. تمام اهو. وهنبدا ننزل عليها بالبهارات بتاعتي اللي هي كاري. نحط كده نص معلقه. عندي خلطه شاورما الفراخ اهي، بتتجاب من عند العطار اهي.
هحط برضك نص معلقه صغيره. تمام. هنحط شويه زعتر صغيرين كده. هنحط شويه روزماري. تمام. هنحط شويه صغيرين برضو، الحاجات دي بتطعم الاكل. تمام. اللهم صل عليك يا نبي. ناقص دلوقتي الملح بتاعنا هنحطه ايه في الاخر، وهنحط شويه فلفل اسود اهوت، ونبدا نقلب كل الحاجات الحلوه دي مع بعضيها اهي. الريحه ابتدت تطلع من البهارات. عندك شويه خضره حطي. تمام. ما بيقولكيش حاجه. عندي الزيت بتاعي خلص اهوت، هنبدا نحط البطاطس بتاعتنا، حطها في ميه وملح. المهم ان خلينا احنا دلوقتي في الايه الشاورما بتاعتنا اهي. هنحط لها دلوقتي شويه بتاع تاني وشويه كاري تاني عشان تدينا شويه صفار، تدينا شويه صفار. الريحه انا مش قادره اقول لكم ريحه البهارات. هو اساس الاكل البهارات يا جماعه، اساس الاكل البهارات. وهنعمل ايه تاني؟ طبعا هو المفروض يتحط دلوقتي، اللهم صل عليك يا نبي، كوبايه زبادي. ما عنديش زبادي، هنحط شويه لبن عشان يطري نسيج الايه اللحمه معايا. وهحط شويه خل صغيرين. واحط نص معلقه ثوم، انا عشان الثوم طبعا مفرزاه معايا متلج. هنحط شويه ثوم كده صغيرين. يبقى احنا حطينا هنا ايه البهارات بتاعتي. حطيت كاري، حطيت بهارات الفراخ، حطيت شويه فلفل اسود. تمام. نحط كمان شويه سبع بهارات، مش هيقول حاجه اهو، مش كتير برضك عشان احنا حاطين البهارات بتاعتنا. تمام. وهنحط شويه لبن وسنه ثوم، سنه خل. تمام. وهنقلب كل الاشياء دي كلها مع بعضيها. الريحه مش قادره اقول لكم. بصوا هتبدا ايه اما تيجي تبدا تشرب ميتها كده الدنيا ايه تمام. هنبدا نحشي الايه الاكل بتاعنا. العيش بتاعنا جاهز. تمام. ناقص حوالي بتاع ربع ساعه الفطار. نحط كمان شويه ملح اهوت عشان يخلص من القصه اهي. لو عندك شويه قولوا معايا الخضره حطي شويه، بس انا ما بحبهاش، بحس ان هي بتدبل كده جوه السندوتش. تمام. هتشرب ميتها وارجع لكم تاني. هي كده يعتبر معايا هي استوت. بصوا اهي الميه بتاعتها اتشربت اهي، والخضار بتاعها ما تهرهوش، انا مديها تشويحه اصلا.
تمام، عشان يبقى معاكي في تكه كده. انا كده الخضار بتاعي استوى. هنبدا نعمل ايه مع بعض؟ هنبدا نحشي الاكل بتاعنا. دلوقتي انا رجعت لكم عشان نحشي معانا الاكل. معايا انا عيش سوري، تمام، جبته وما كنتش عايزه استعمله دلوقتي ورحت حطيته فين؟ حطيته في الفريزر، تمام. وقرب ما انا هعمل الاكل بطلعه كده ايه، انا مطلعه من امبارح بالليل عشان يفك ايه، يفك على راحته. تمام. معايا العيش بتاعي اهوت. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. هناخد رغيف رغيف كده، تمام. اللهم صل عليك يا نبي، اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. استغفروا يا جماعه على قد ما تقدروا، استغفروا استغفروا. ان الله بيحب ذكره في بق عباده. ان الله بيحب ذكره في بق عباده. تمام. يا رب كده تكون الخمره حلوه. نقفل كده الباب. تمام. هنبدا نحط الايه، المحتويات بتاعت الاكل بتاعتي اهوت. قرب كده، تمام، اهي. تمام. هنحط بقى شويه جبنه موتزاريلا مع القصه دي كلها كده اهي. نحط كده شويه في طبق عشان ما نيجي نعوز جبنه نبقى ناخد. تمام. هنبدا نعمل الساندوتش بتاعنا كده ونقلب ونتك عليه كويس عشان ما يفكش. تمام اهوت اهوت. ونحطه في طبق عشان احنا لما نيجي ايه نقليه على البوتاجاز لسه. هناخد رغيف تاني، تمام، نعمله تاني زي ما انا وريتكم. نعمل ايه؟ اللهم صل عليك يا نبي. اهوت. هناخد شويه اللي احنا عاملينه اهوت. شوف شكل الشاورما غير لما انت بتشتريها، والله على الاقل انت بتحطي لها التكات بتاعت البيت اللي هم مش هيحطوها بره. ونظافتك انت طبعا مع عيالك. تمام، انتوا فاهمين. محدش هيخاف على عيالك قدك. انت اللي هتبداي تحطي الاكل وانت اللي بنظافته والكلام ده. نبدا نعمل واحد تاني وبعد كده ايه اسيبكم بقى وقرب اشوحه على البوتاجاز ارجع لكم فيه. نعمل واحد تاني مع بعض. تعالى هنا عشان الحته دي ناشفه شويه كده. هنبدا نحط كده شويه الايه الشاورما. طبعا يا استاذ كريم واستاذ ادم عايزين نحط معاهم شويه بطاطس زي ما بيشتروه. تمام. بس البطاطس لسه ايه ما استوتش. تمام. ونبدا نحط الايه الساندوتش بتاعنا كده اهوت اهوت. لازم تقفلوه كده من هنا عشان الاكل بتاعه الخضار بتاعك ما ايه ما يطلعش. هخلص الكميه بتاعتي وارجع لكم تاني. بصوا بقى البطاطس اتعملت. هعمل معاكم ايه سندوتش كده للعيال، هوريكم الفكره ازاي يعني. تمام. هنحط كده ايه، هما ما بيحبوش الخضار. هحاول كده ايه اطلع كده الايه الفراخ كده لوحديها. يعني انا الخضار ده هو هما ليهم اكل كده معين. تمام. انا هحاول كده ايه اطلع على قد ايه ما اقدر. هعمل كده ايه سندوتش معاكم. تمام. اقول لكم بس الفكره جايه ازاي. اهي هي مقرفه والله. وبعدين بنحط شويه بطاطس. هنحط كده شويه بطاطس، تمام، زي ما هما بيطلبوه. تمام. وهنحط شويه جبنه ايه موتزاريلا. هما بيحبوا الايه القصه دي بتبقى كده. انتوا شايفيني اهي اهي. يعني انا حطيت الفراخ، هما ما بيحبوش الخضار، وحطيت شويه بطاطس وحطيت شويه جبنه موتزاريلا. تمام. وهنبدا ايه نشوح القصه ديت.
نحطهم في طبق لوحده عشان اعرف الاكل بتاعهم من اكلنا. تمام، انا قلت لكم الفكره وارجع لكم تاني. حبايبي رجعت لكم تاني ومعايا الجريل بتاعي، حطيت له نقطه زيت عشان يبدا ايه يشمع السندوتشات بتاعتي. السندوتش بتاعي اهو بنحطه على الحته اللي اتسلت اهو، ونبدا ايه نحط واحد واحد كده اهو. وحمرت بطاطس تاني عشان حطينا بطاطس في السندوتشات اهو. هنبدأ نقلب كده مع بعضينا، ندي تشميعة كده اهو. ما تنسيش الاشتراك ولايك وكومنت حلو من عندك لو انت اول مرة تشوفي القناة، ولو المحتوى عجبك. ايه يا اياد، في ايه يا اياد؟ سادة بالله. بس بس يا بابا. نعم. اللهم صل عليك يا نبي، اللهم صل وسلم عليك. اللي جايباه بالظبط ونفس الريحة اللي انت بتجيبيها من بره اهو. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هنبدأ نحط بقى الايه اهو. بصوا هنحط بردك شوية زيت عشان نوطي شوية كده على الجريل. هنوطي كده على الجريل اهو. هنبدأ نحط ايه بقية الحلة بتاعتنا، والتاني نفس القصة. ونحط الدول بقى بتوع البهوات بتوعنا اهو. احنا بنعمل كذا اكل، كل واحد ليه اكل معين. شوفي كده عليه عشان الجبنه تسيح كده جواه اهو. اهو
بس يا اياد، بس المولد اللي انت عامله ده. خد. هنبدأ بقى ايه، هنحط حاجتنا كده اهيت اهيت. هنحط الطبق ده اللي احنا عملناه، والطبق ده بتاع البهوات اهوت. تمام. هنبدأ نحط الايه، السندوتش الأخير اهوت. وادي الموضوع سهل خالص وبسيط جدا مما لا تتخيل. طبعا يا جماعة هنا الحوض. تمام. طبعا احنا كده يعتبر خلصنا الاكل بتاعنا. تمام. هظبط الدنيا وارجع لكم تاني. بصوا بقى احنا هنعمل ايه بقى مع بعضينا. هنفتح كده ايه سندوتش مع بعضينا اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم اهوت. ده ابو بطاطس. تمام. الساده ده بتاع العيال ده تقريبا. تمام. ودي كانت، بصوا، كانت اكله بسيطه خالص اهيت، وعملناها في البيت بطريقه مختلفه وبطريقه سهله ونضيفه واحلى من بتاعه المحلات. هنقطع واحد تاني كده. تمام. تعالى نقطعه اهو اهوت. نفسي الاقي نوع جبنه حلوه اللي هي بتمط دي، نفسي اهيت. وادي السندوتش التاني اهوت، حلو جدا اهوت اهوت برضو. اكله حلوه خالص خالص بطريقه سهله جدا اهيت. تعالي دي كده نحط دي كده اهيت، طريقه سهله خالص. تمام. حبايبي رجعت لكم تاني، وده كان الفطار بتاعنا النهارده. ادي الكريب من نص كيلو بانيه، عملنا وليمه اهيت، وعملنا بطاطس واديني وريته لكم بطريقه حلوه قوي 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 وسهل مما لا تتخيلوا. يا رب اكون النهارده الحلقه تكون نالت اعجابكم، واكون عند حسن ظنكم دايما على طول. كل سنه وانتم طيبين. ما تنسوش الاشتراك ولايك في قناه شيرين في المطبخ. يلا باي باي.